كنت يم جد السيد القائد الإمام علي عليه السلام سيادة الضابط. أنت شيوعي؟ حزب دعوة؟ لو عصاة؟ اسمي حسن هو عمل مستند لقصة حقيقية بعد ما أحد النضاليين اسمه حسن حاول اغتيال أحد قيادات النظام السابق، واعترف عليه زميله بعد ما هددوه باغتصاب أمه، ومن شدة التعذيب ذكر أنه المناضل اسمه حسن ويدرس بكلية. بعدها فرق. وكأي نظام شمولي شوفيني ستاليني قابض على رقبة شعبه قبضة ديكتاتورية من حديد، يصدر أمر تنفيذي باعتقال 90 مواطن عراقي اسمهم حسن للاشتباه بالاغتيال. تخيل تنشال التو 89 واحد لان اسمك علي او عمر او توركيس. نص حسك حائط الاذان. باسمي حسن انكسر تابوهين اثنين، الاول على يد المحقب حامد المالكي، تابوه ان قناه العراقيه تتبنى المناطق الرماديه وتقف على الحياد، بس لا، هنا شفنا الامن العام ومدينه الثوره، لكن التكريت وشاد جنوب، شفنا صدام حسين وعبد الكريم قاسم، شفنا الامام علي ومظفر النواب، شفناهم مثل ما هم. وتوقعي طلع صحيح انه دور الرائد حامد المالكي كان دور تحقيبي لا تأليف، ومنو بعمره وخبرته عاصر هالفتره هو محمود ابو العباس وضياء الدين سامي وبقيه من الرواد بالسيف. هذا واحد بيته بالثوره يداوم بالفنون، هذا راقوس سيد. التابو الثاني كسر سامر حكمت باخراجه لصوره ثمانينيه بامتياز، قاد كادر من مصورين، من مصممين انتاج، من كوافير، من ماكير، من بقيه الموظفين داخل السيت او الممتهنين من تنفيذ لوكيشن وغيره، قادهم كلهم الى بر الحقبه، حقبة الثمانينات يعني. شكرا سامر حكمة، أنا كنت أتصيد لك بصراحة وما نطيتني اسمك. أنبيك عليا ما زلنا نتوضأ بالذل ونمسح بالخرقة حد السيف، ما زلنا نتحجج بالبرد وحر الصيف، لو جئت اليوم لحاربك الداعون إليك وسموك شيوعيا. العمل من بطولة زهرة بدن وزياد الهلالي وتحسين المسرح داحس ومجد الخضر وأمير ونجوم آخرون لا يسعهم التقدير. من أكثر ما أثار انتباهي سامي الرحمن، كل شيء طبيعية وكل شيء كلاسيك، ماكو فلاتر صناعية، ماكو فلرات، ماكو عمليات تجميل، شخصية طينية طيعة قابلة للتشكيل بما يقتضيه الدور ويرتجيه النفس، بحيث أنا ما حسيت ولا مرة ولو للحظة بمشاهد سامية إنها بمعزل عن الكاركتر. سامية حتى اسمها قديم، على عكس كومبارس طالبات الكلية، لو تسريحة، لو خطة حاجب، لو فيلر، أول ما أدخل بالمشهد طلعني واحدة من هاي المظاهر، وأنا عاذرة بالكاستنج بصراحة. منين يجيب 95% من الممثلات من هذا الجيل صناعي؟ ما يخالف بابا، من باب التقية روحي بلا حجاب. صالحني مصطفى الطويل بعد ما زعلني بميليشيات نسائيه، وايضا كاركتر وعد الخوشي اللي مقطع التقارير على الزيتون. ها حسن، تخاف اقول كلكم تحجون على الرئيس؟ جبانيه، كلكم جبانيه. بانتظار ادوار اكثر لتبارك حامد، زينب العاني، يار وازهر ورياض شهيد واحمد حمود الى اخره. بصراحه كشخه قناه العراقيه للان اسمي حسن. تتخيل العشره الاولى للعراقيه بدون هذا المسلسل، وبانتظار العشره الثانيه يعني لامر السري او موسم الرصاص بين ما يكملون مونتاج وتكلير والكوره جوان على قولة المصريين. تابعوا اسمي حسن على قناه العراقيه الفضائيه. انا احمل افكار يساريه، احب عبد الكريم قاسم وعلي بن ابي طالب.